افضل نسخة واتساب معدلة ضد الحظر. طبعا النسخة ديت انا هسيب لكم الرابط بتاعها في قناتنا على التليجرام. النسخة دي طبعا هتستفاد بيها بشكل رائع جدا. النسخة ديت بدون ربط، يعني انسى انك تعمل ربط بين الواتساب الرسمي وبين الواتساب المعدل. يعني بالبلدي كده النسخة ديت هتبدأ تحط الرقم بتاعك، فالرقم بتاعك هيبدأ يرسل لك كود، فالكود هتحطه فخلاص انت فتحت الواتساب بدون ربط. تمام. النسخه ديت ضد الحظر يا شباب. النسخه ديت زي ما قلت لك كده هسيب لك الرابط بتاعها في قناتنا على التليجرام. النسخه دي رائعه جدا جدا. تمام، ولكن بشرط، الشرط ان يكون معاك رقم من احد الشركات، يعني اي رقم سواء بقى 011 012 010 015، اي رقم من الارقام دي يكون ما اتفتحش عليها من قبل واتساب معدل، او لو اتفتح عليها واتساب معدل فما فيش اي مشكله، بس اهم حاجه ما يكونش الرقم ده تم حظره من على الواتساب المعدل. تمام. يعني هتجيب رقم ما اتحظرش قبل كده من على اي نسخه واتساب معدل وتحط الرقم ده، او هتجيب رقم جديد خالص وتحطه عندك وهيبدا يرسل لك الكود عادي. تمام. والنسخه دي والله العظيم احترافيه بصراحه جدا وشغاله معايا زي الفل. تمام. لو لاحظت كده طبعا عن النسخه ديت زي ما قلت لك كده هسيب لك الرابط بتاعها فين؟ في قناتنا على التليجرام. طبعا لو لسه جديد معانا في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل. ولو اي مشكله واجهتك تقدر تسيب لي تعليق اسفل الفيديو، انا برد على كل التعليقات. تمام. وتابع معايا الشرح، والله العظيم هتستفاد جدا بمميزات الواتساب المعدل، النسخه اللي هي ضد الحظر، في قناتنا على التليجرام للمره الثالثه او الرابعه بكرر ان الرابط في قناتنا على التليجرام، عشان الناس بتدخل على جروب التليجرام وبتقعد تقول لي فين الرابط. الرابط في قناتنا على التليجرام وليس في جروب التليجرام. جروب التليجرام دي لو في اي اسئله او استفسار او انا اساعدك في حاجه فانت بتبدا تبعت لي عشان اقدر اتكلم معاك. اما قناه التليجرام انت بتدخل بتلاقي الرابط ما بتعرفش تكتب تعليق او ما بتعرفش ان انت تتواصل معايا زي جروب التليجرام. تمام. طيب النسخه دي يا شباب زي ما انتم شايفينها اسمها واتساب جي بي، يعني هتلاقي مكتوب كده جي بي واتساب. طبعا دي احدث نسخه نزلت، يعني التحديث الجديد بتاعها. تمام. طيب لو انا ضغطت على النسخه كده بالشكل ده هتلاقيها فاتحه معايا والله العظيم بدون ربط. والله ان النسخه ديت انا حاطط الرقم بتاعي ومشغلها بدون ربط، يعني حطيت الرقم جالي كود على الرقم حطيته فخلاص انا دخلت على النسخه بشكل رائع جدا. تمام. طبعا هنا اول خيار لو انت حابب تقفل الانترنت على الواتساب. بعد كده هنا وضع الشبه لو انت عايز تفعل وضع الشبه. لو جينا ضغطنا على الثلاث نقاط هنا وجبنا اعدادات جي بي، تمام، اللي هو اعدادات النسخه بتاعت جي بي واتساب. يعني لو لاحظت فوق كده هتلاقي مكتوب اهو جي بي واتساب. تمام. لو جينا طبعا هنا ضغطنا على خصوصيه والامان هنضغط عليها هتلاقي هنا طبعا اخفاء الظهور. لو طلعنا فوق بالشكل ده كده يا شباب، تمام، هنا بيقول لك توقف اشاره المحول. دي بقى المميزات اللي احنا هنتكلم عنها في النسخه بتاع جي بي. تمام. نسخه جي بي يا شباب زي ما انتم شايفين اهوت نسخه جي بي واتساب. هنبدا نتكلم عن المميزات بتاعتها. هنا بيقول لك توقف اشاره المحول، اعاده ارسال بدون ظهور الرساله محوله. لازم تفعل الخيار ده عشان ما تيجي تحول رساله ما يظهرش عليها كلمه محول. تمام. هنا منع حذف الرسائل برضو، لو انت حابب اي حد يبعت لك رساله ما تتحذفش من عندك لازم هتلاقيها مقفوله عندك كده، انت ابدا فعلها. هنا طبعا فتح الرسائل العرض او مره واحده بشكل غير محدد، لازم لو مقفوله عندك هتبدا تفعلها. اظهار الصحين الازرق فقط بعد الرد، يعني لو شفت الرساله مش هيظهر اللي ارسل لك الرساله انك شفت الرساله في نفس الوقت، الا لازم تبعت له الرساله فانت برضو هتفعلها. اخفاء لا تخبر شخصي انك شاهدت الستوري، يعني اخفاء مشاهده الستوري، لا تخبر شخصي انك شاهدت الستوري فعلها عشان لو انت شفت اي صديق عندك حاطط حاله ودخلت شفت الحاله بتاعته ما يوصلوش انك شفت الحاله بتاعته. تمام. هنا منع حذف الحالات، لن يستطيع الاشخاص حذف حالتهم من عندك، يعني لو صديق عندك حط حاله ودخل حذفها في نفس الوقت الحاله هتفضل موجوده عندك لمده ال 24 ساعه لحد ما تتشال لوحديها، ولكن مش هتتحذف رغم ان الصديق حذفها فهي مش هتتحذف من عندك خالص عشان انت مفعل الخيارات دي. يعني زي ما بقول لك كده لو الخيارات دي كلها متقفله عندك بالشكل ده كده لازم تبدا ايه تفعل الخيارات دي.
بالشكل ده كده يا شباب. تمام. بس النسخه دي بكرر كلامي للمره الخامسه، النسخه دي الرابط بتاعها هتلاقيه في قناتنا على التليجرام وليس جروب التليجرام. تمام. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واي استفسار سيب لي كومنت اسفل الفيديو. وبكرر كلامي للمره الاخيره، لازم يكون معاك رقم، ما تحذرش قبل كده من على اي نسخه معدله. يعني كنت انت مشغل الرقم ده على نسخه معدله وبعد كده خرجت وما شغلتوش تاني او شغلت على نسخه رسميه، فالرقم هيشتغل معاك عادي. تمام. يعني بالبلدي ما يكونش الرقم ده اتحظر على اي نسخه معدله سابقا. تمام. طيب، او تجيب رقم جديد، بس مفيش اي مشكله وهيشتغل معاك ان شاء الله. وما تقلقوش، احنا برضو بنحاول وعلى قد ما بنقدر بندور على حل ازاي نبدا نشغل الرقم المحظور على الواتساب الرسمي، ونخلي الواتساب الرسمي يقرا الكود بتاع الواتساب المعدل سواء ذهبي او اي نسخه معدله، يقرا الاكواد. لان المشكله اللي بتحصل والكلام اللي بيجي لي واسئله كتير على جروب التليجرام وعلى التعليقات في القناه، اللي احنا عايزين نشغل النسخه المعدله ونبدا نربطها بالرسمي، ولكن بيقول لك تعذر او تعذر تاكد ان هاتفك متصل بالانترنت. فاحنا يا شباب والله العظيم احنا بنبحث عن الحوار ده. يعني احنا كل يوم بندور ونبحث عشان نبدا نخلي ان الواتساب الرسمي يتربط باي نسخه معدله تاني، فمفيش اي مشكله. واحنا بنحاول نشوف الحلول دي وان شاء الله هنلاقي حل. واول ما نلاقي حل هتلاقيه موجود عندنا في القناه الفيديو بتاع الحل. ولكن لحد الان مفيش حل، ولكن بنسعى ان احنا نلاقي حل. طبعا اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.